السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم قمح إبلي بالخضر. غادي نحتاجو في المقادير الجلبانة بعد ما نقيناها وغسلناها، قطعة صغيرة من الجزر، غادي نحتاجو القمح إبلي، كزبرة معدنوس، خرقوم، سكينجبير، تحميرة، ملح، إبزار، كنور، بصلة صغيرة مشلضة، 2 ريوس تاع الثومة، واحد شوية الزيت. غادي ناخدو واحد الكاميلة، غادي نديرو فيها الزيت، الثومة محكوكة، نخليوها حتى تعطي ريحة الثومة. ثم نضيفو البصلة مشلضة، نخليهم حتى يتشحروا مزيان. ملح وبزار، ملي تهبط البصلة نضيفو الجلبانة وقطع جزر، نخليهم يتشحروا. نضيفو العطريات، التحميرة، سكينجبير، الخرقوم، معرك، كزبرة ومعدنوس. نضيفو واحد معلقة كبيرة ديال مطيشة مركزة، نسيت ما تكرشاش لكم في المقادير. نضيفو تقريبا واحد اطر ماء دافئ حتى نغطيو هذيك الجلبانة والجزر. نخليوها واحد 10 دقائق، ثم نضيفو ديك القمح إبلي حيت دغيا كيطيب معانا. نخلطو مزيان ونضيفو ضامة ديال كنور. هنا درت انا ضامة كنور الدجاج، تقدروا تستغناو عنها. صافي، ونغطيو الطنجرة ونخليوها تقريبا شي ثلث ساعة حتى نص ساعة. ثلث ساعة كافية. بعد ما وجد معنا القمح إبلي بالخضر كيوجد على هذا الشكل، ما كيجي لا معجن لا والو، كتجي حبة مفصولة على حبة. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة. ما تنساوش دعم القناة بوضع جيم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وشكرا.